لبنان بلد غني جدا، مش بس بالخيرات والطبيعة، كمان بالشعب. أنا بقالي هنا 5 أيام نازل عن صديق لبناني ليا، وحاسس إن أنا وسط أهلي. كل يوم حد من العيلة بيعيد الزيارة، نقعد ناكل مع بعض ونتكلم. تحس إن أنت بين أهلك من أول يوم. وحقيقي الشعب غني جدا بالأفكار ومضياف جدا جدا. من أول يوم بتحس إن أنت مش في غربة، بتحس إنه مهما اللكنة بتاعتك تكون مختلفة بيرحبوا بيك وبيعاملوك أحسن معاملة. اللي لفت نظري كمان إنه لبنان غنية جدا بالطبيعة والتضاريس. يعني في لحظة تبقى على جبل 2000 متر فوق سطح المية، وبعد ربع ساعة تلاقي نفسك تشرب قهوة على البحر. غير طبعا الخضار اللي بينهم، وفي الشتاء بيكون في تلج وخلافه. أي حد من الشعب مهما كانت الطبقة بتاعته عنده رأي وعنده قناعة شخصية، مر بتجارب خلته يبني القناعة دي. ومهما اشتد الخلاف عندهم تقبل للرأي والرأي الآخر رهيب. وحقيقي عكس ما الميديا بتحاول تصور انه لبنان كلها اللي هو الممثلات والحياة الليلية والاوبن مايند والكلام ده، بالعكس في هنا ناس أصيلة متأصلة، فاهمة الأصول وعارفة مبادئ وقيم هم اتربوا عليها ومتمسكين بيها لحد النهارده. وفي نفس الوقت في الناحية التانية في كل حاجة. لبنان فعلا بلد غني جدا بكل الأفكار، وات ايفر اللي انت بتدور عليه هتلاقيه هنا في لبنان. وبرضه على الأحاديث مهما اشتد الخلاف بين الاتنين على حبتين ألماظة، الموضوع بيخلص بنكتة وضحكة، وكل واحد بعد كده بيرجع لشغله. فحقيقي أنصح الناس إنها تيجي. دي كانت أول مرة ليا أنا في لبنان، أتمنى إنها ما تكونش آخر مرة. أكيد هبقى عايز أجي تاني لبنان. فربنا يحمي لبنان، خيراتها رهيبة، شعبها رائع. فإن شاء الله أكيد في زيارة تانية. شكرا.